طب عشان الموضوع زاد عن حده، وعشان احنا داخلين على صيف وسفريات وساحل، في مجموعه من الناس محتاجين نفكرهم بكام حاجه ولو انها بديهيات. احنا في بلد اسلاميه، فمجرد تفكيرك انك ممكن تتعنصر على المحجبات مش هيتسكت عليه. طب ازاي بنتصرف مع الناس اللي زي دي؟ قبل ما نقول ده خليني اقول لك الناس دي بتعمل كده ليه وبتتدارى ورا ايه. الناس دي بتدعي ان هم خايفين على صوره الدين، والله زي ما بقول لك كده، فبيعملوا ده عن طريق موضوع الكحوليات. اكتر من 70% من الشواطئ والفنادق والمطاعم بتقدم كحوليات، وده من سنين كتير مش حاجه جديده. فنتفاجئ ببعضهم بيقول لك انا ما بدخلش محجبات. نعم، اصل الحجاب رمز ديني وانا عندي كحوليات. ما تعملش فيه اعمل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عشان شكلك بيبقى اهبل، لان الموضوع لو كده انت مش هتدخل اي حد لابس او داقق الصليب، بس الموضوع عمره ما كان كده. النوعيه التانيه بتتدارى ورا كلمه دريس كود. مش عيب تبقى كبير كده وبتردد كلمه انت مش فاهم معناها؟ دريس كود معناها نوعيه اللبس زي الفورمال، السيمي فورمال او الكاجوال، مش معناها خالص انك هتقرر للناس تغطي ايه وتظهر ايه من جسمها. فالموضوع باختصار ان انت عندك عقده الخواجه وبتتلزق في المجتمعات الاجنبيه، بس هم بره ما عندهمش النقص اللي عندك فما بيعملوش كده. ومصر مش كده ولا عمرها هتكون، لان قانون بلدنا بيجرم اي نوع من انواع التمييز في العرق او الجنس او الدين. فلو حصل وتعرضتي لموقف زي ده، اول حاجه تعمليها تطلعي موبايلك وتصوري اسم المكان وكل حاجه بتحصل، وتبلغيهم انك هتاخدي اجراء قانوني، وده بانك تعملي محضر ازدراء الديانه، واللي عقوبته ممكن توصل انك تقفلي لهم المكان. والسوشيال ميديا اكشن، وده بانك تنشري اللي حصل على مواقع التواصل الاجتماعي وتفضحيهم. خليكي عارفه ان اللي زي دول بيكونوا جبنه، لان انت على حق وهم على باطل. المجتمع والقانون والدين واي شخص سوي نفسيا هيجرمهم. لو حصل وشفت موقف زي ده ما تسكتش وتدخل. اما لو انت بتشوف الفيديو ده دلوقتي، فكل اللي عليك انك تعرف غيرك.